لو انت مهتم بعالم الجن والماورائيات يبقى اكيد سمعت عن كتاب شمس المعارف. بس قبل ما ابتدي الحلقه عايز احذرك تحذير مهم جدا، اوعى تدور على الكتاب او اي حاجه متعلقه بيه، عشان ده واحد من اخطر الكتب اللي اتكلمت عن السحر وازاي تتعامل مع الجن، ان ما كانش اخطر كتاب على مستوى العالم، وقد اعذر من انظر. أنا مش مسؤول. كتاب شمس المعارف الكبرى أو كتاب شمس المعارف ولطائف العوارف اللي ألفه أحمد بن علي البوني أو المعروف بأبو عباس البوني. اتولد سنة 520 وتوفى سنة 622 هجرية، يعني عاش تقريبا كده 102 سنة. كان معروف عنه حب العلم والمعرفة والترحال، وكان بيقضي معظم وقته في أماكن زي جبل مقود في تونس. وطلعت عليه إشاعات إنه عنده قدرة إنه يكلم الجن، وإن هم كمان ساعدوه في كتابة محتوى شمس المعارف الكبرى، وكتب كتب كتيرة بيشرح فيها علوم الإسلام. بس هنا بقى خلينا نسأل سؤال، عالم قدر يكتب حاجات كتيرة بتساعد في الدين، ازاي يعمل كتاب خطير زي شمس المعارف الكبرى؟ السؤال ده خلى الناس تقول ان مش هو اللي كتب الكتاب ده، بس اتنسب ليه. الكتاب الاولاني كان مكتوب بخط الايد لحد ما اتعمل منه اول طباعة في بيروت في المكتبة الشعبية سنة 85، بس ده بعد ما اتحرف وضاع منه اجزاء كتير جدا، ومن هنا انتشرت النسخ المحرفة في العالم كله ومحدش عارف النسخة الاصلية فين. وعلى حسب المعلومات اللي موجودة عنه انه عبارة عن 577 صفحة، وموجود في الكتاب 40 فصل، وكل فصل بيشرح موضوع معين. يعني مثلا الفصل الاول في الحروف المعجمه وما يترتب فيها من الاسرار والامارات، والفصل الثاني في الكسر والبسط وترتيب الاعمال في الاوقات والساعات، الفصل الثالث في احكام منازل القمر 28 الفلكيه، الفصل الرابع في احكام البروج 12 وما لها من اشارات وارتباطات، الفصل التاسع في خواص اوائل القران والايات والبينات، الفصل العاشر في اسرار الفاتحه ودعواتها وخواصها المشكورات، وفصول تانية كتير قوي. ومن فارس الكتاب هنلاقي فيه حاجات غريبة جدا، زي مثلا الفصل السابع و19، وده بيوضح ان في طلاسم تم استعمالها في الكتاب. وبرضه في ايات قرآنية زي البسملة والفاتحة وياسين، وايات زي كاف هاء عين وصاد، واية الكرسي، واللي شرح خواص كل حاجة فيهم في الفصول، زي الخامس والتاسع والعاشر وال13 وال17 وال18 وال20. وكمان ذكر اسماء ملائكة، وقال ان كل ملك ليه يوم مخصص في الاسبوع، وكل واحد فيهم ليه رمز بشكل هندسي معين. واكيد طبعا الكتاب لازم يتكلم عن الجن، وشرح فيه اسماء ملوك الجن في العالم العلوي اللي لكل واحد ليه يوم مخصص ليه، وكواكب بيحكمها، زي مثلا رقيائيل حاكم فلك الشمس وصاحب يوم الاحد، جبريائيل حاكم فلك القمر وصاحب يوم الاثنين، سنسائيل هو حاكم كوكب المريخ وصاحب يوم الثلاث، ميكائيل حاكم كوكب عطارد وصاحب يوم الاربعاء، صرفيائيل حاكم كوكب المشتري وصاحب يوم الخميس، عيائيل حاكم كوكب الزهره وصاحب يوم الجمعه، كسفيائيل حاكم كوكب زحل وصاحب يوم السبت. برضه زي ما حكى عن الجن في العالم العلوي، حكى برضه عن الخدم في العالم السفلي اللي بينفذوا طلباتهم وبيسخروا الجنس البشري في خدمتهم، زي صلهوب والاسد الغضوب، وعزازيل وزيتون ودنهش، وذات المحاسن اللي موجوده في المقابر، ونائله ذات الشعور المائله، واتسمت كده عشان شعرها الطويل. وكل واحد من الجن سواء ملوك او خدام ليه طلسم خاص بيه عشان تستحضره. والكتاب موجود فيه معلومات وتواصل عن كل ما يخص ما وراء الطبيعه، فاكيد هيكون مطمع لاي دجال ومشعوذ. بس العجيب هنا ليه الناس العاديه بتدور عليه، وهم هنا مش عارفين الخطر اللي ممكن يحصل لهم او يشوفوه، واللي اكيد هيدمر حياتهم. وزي ما احنا عارفين المثل المصري الشهير، اللي يحضر الجن وما يعرفش يصرفه. كمل انت. بس اعرف انك لو عملت كده هتشوف اللي مفيش عقل بشري يقدر يشوفه او يتحمله، هتشوف المخلوقات دي على اشكالها الحقيقيه والمخيفه، وهيكون خطر عليك جدا انك تتعامل معاهم. فبلاش تحاول، سواء بالهزار او حتى الفضول. ونصيحتي ليك، اوعى تدور عليه، عشان الكتاب ممكن يظهر لك وانت ما تعرفش هو جالك منين، ونهايتك هتكون بشعه. وناخد من نهايه الساحر الحسين الفلكي عظه، ومن الوضع البشع اللي لقوه ميت فيه. بس اكيد برضو الناس جه في دماغها ان الكتاب الاصلي اللي مكتوب بخط ايده راح فين. وهنا بقى في 3 روايات للموضوع ده. الروايه الاولى بتقول ان الجن اللي ساعدوا احمد بن علي البوني انه يكتب الكتاب خافوا انه يقع في ايد حد متمرس في السحر فيقدر يسيطر على امراء الجن، فخبوه بعد ما احمد بن علي البوني مات. والروايه الثانيه بتقول ان بعد موت احمد بن علي البوني في ناس كتير قروا الكتاب وكانت نهايتهم الموت او الجنون. ساعتها الناس قررت انها تحرق الكتاب عشان ما حدش يوصل له ويحصل له نفس اللي حصل له. الروايه الثالثه بقى ان الكتاب اتدفن مع مؤلفه في مكان مجهول عشان مصير الكتاب يكون مربوط بمصير صاحبه. عايزكم دايما تفضلوا فاكرين ان السحر واحد من الكبائر والشرك بالله، فارجوكم حاولوا ان انتم ما تتعاملوش بالكتاب ده او حتى تدوروا عليه. دي واحده من الحلقات اللي بنعملها عن كتب السحر، والكتاب ده لعنه لما بيقع في ايد اي حد، وزي ما قلت لك انت ممكن تسحط ليه عندك ويدور عليه. قول رايك في الكومنتات، وتحديدا لو الكتاب ده عندك واتعاملت بيه محتاج اعرف رايك ضروري. متنساش تعمل لي فولو ولايك وسبسكرايب. سلام.